خلال تقديم خامة محترمة مميزة، فبالتالي انت بتفرق عن اي حد في السوق. هو ده الميزة اللي بتميزك، الامانة. مش هتخسر، لان انت في الاول والاخر ليك رب، وربك مطلع على اللي انت بتعمله. لو انت امين وبتقدم بامانة، ربنا مش هيخيب لك، لان هو اللي معاه الرزق. هيبعت لك زبونك، ما تستعجلش، بس قدم حاجة كويسة وحاجة محترمة. ما تستعجلش على رزقك، رزقك هيجيلك، بس خليك أمين، خليك محترم. ما تحاولش تكسب من أي حاجة، لأن الزبون مش شايفك ولا حد شايفك إلا الأكل. اللي مطلع عليك أمانتك مع ربنا. على قد ما أنت أمين وعلى قد ما أنت نضيف، أصل النظافة دي أمانة. يعني بيقول لك أنا عاوز 200 جرام رز. الرز بيتوزن برضه، يعني جايب لكم ميزان هنا عشان بكره لما هعمل لكم